استاذ ناصر، يعني في دقائق قبل ما اسيبك، موضوع قد يكون منفصل، ولكن استرعى نظري ولفت نظري تماما فكره انت طرحتها اثناء الحديث عن تصفيه الحسابات والفساد وهذا الكم من الملفات الموضوعه امام النائب العام، اللي هو يعني لو جمعنا النواب العموم في العالم كله لما استطاعوا ان هم يعني يدرسوا مثل هذه القضايا، واللي في قلوب المصريين لو طلعوه يعني عايز دراسه سنوات وسنوات. انت كان في فكره اللي هي لجنه الحقيقه والمصالحه، وعايز في بشكل سريع جدا اشرح لي الفكره لانها لفتت نظري جدا وانت طرحتها، انه المساله تبقى ما هو ابعد، حتى لو في مصالحه بس يبقى في كشف للحقيقه عشان نقدر نتعامل في مرحله جايه، مرحله جديده بشكل مختلف وبشكل واضح ما تتوهش فيه الحقيقه. هو في الحقيقه النهارده كان عندي لقاء مع السيد نائب رئيس الوزراء الاستاذ الدكتور يحيى الجمل في وفد من الحركه المصريه للحقيقه للعداله الانتقاليه، زار بالفعل وعمل لقاء النهارده مع الدكتور يحيى الجمل لمناقشه كيف يمكن ان تدعم الحكومه المصريه الاسراع الفوري والعاجل في اصدار قانون بانشاء الهيئه المصريه للحقيقه والمصالحه. والهيئة المصرية للحقيقة المصالحة هي تجربة هتبقى مماثلة للتجارب التي حدثت في بلدان كثيرة من العالم مرت بذات التجربة التي نحن فيها الآن، وهي مثل جنوب أفريقيا وتشيلي وأسبانيا والمغرب في منتصف التسعينيات. هذه الهيئات دورها أنها تتعامل مع الظرف الاستثنائي والظرف الانتقالي والظرف المضطرب، فكيف يمكن أن تناقش بعض الأمور وتحقق في بعض القضايا في ظروف ليست مستقرة. مهمة هذه الهيئات أنها تتولى ملف الماضي بكامله وتترك الساسة للتفكير في ملفات المستقبل. هذه الهيئة بتنشأ بقانون، ويجب أن تكون هيئة مدنية بمكون قضائي داخلي ينتدب لها عدد كبير من المحققين القضائيين من قبل وزير العدل أو من النيابة العامة، ومجموعة من الخبراء في مجالات متعددة. طبعا وهي ما هي المكون الأساسي مدني. المكون الاساسي لهذه الهيئه مدني من خبراء وادباء ومثقفين وحقوقيين. احنا نبسطها للناس عشان تبقى مفهومه اكتر. يعني مثلا بنتكلم عن حالات فساد اعلامي، فيبقى فيها ناس خبراء اعلاميين بعيدين تماما عن الحاله او التشابك في الحاله اللي كانت في الماضي. خليني اقول لحضرتك مهام هذه الهيئه وفقا للقانون المنشئ لها، حتى نتصور ما هي العناصر والمهن والكفاءات والخبرات التي تحتاجها هذه الهيئة في المستقبل. هذه الهيئة سوف تعمل على 5 محاور أساسية وتحقق 5 مطالب أساسية لازمة للانتقال الآمن من مرحلة الاستبداد لمرحلة الديمقراطية، وهي وصلت إلى مستوى العلم. ال5 مطالب التي سوف تتحرك عليها هذه الهيئة أو المهام التي سوف تعمل بها هذه الهيئة هي المحاسبة والمساءلة. هذه الهيئة يكون مطروح لديها طرح الأسماء التي يجب أن تساءل أو أن تحكم في المرحلة القادمة وفق معايير موضوعية لا تتصل بالانتقام ولا تتصل بتصفية الحسابات. بس معلش هقطع حضرتك، هي هيئة لا تحاكم، وإنما هي بس بتعمل عملية ما يشبه الفرز في المجتمع. بالضبط هي بتقترح الأسماء التي يجب أن تحاكم. الأمر المهمة الثانية لهذه الهيئة هي التطهير المؤسسي، والتطهير المؤسسي هو عملية إجرائية يجب أن تتم فور كل الثورات حتى تضمن هذه الثورة الانتقال الآمن لأهداف الثورة الجديدة، وحتى ننقذ الناس من حالة الإحباط في مواقع كثيرة في الموجودين، وشايفين الناس اللي هم يعني عانوا منهم وعانوا من قبضتهم سنوات وسنوات ما زالوا موجودين وما زالوا بيحكموا سيطرتهم على هذه المؤسسات. بالضبط هذه التطهير المؤسسي له أكثر من سبب وله أكثر من نتيجة في حقيقة الأمر. أحد ما ذكرته حضرتك هو أحد هذه النتائج، لكن الأهم من ذلك كله هو أنك تريد أن النظام الجديد يريد أن يرسل رسالة إلى المستقبل أو يبعث رسالة إلى المواطنين، فيجب أن يستخدم مؤسسات. فإذا كانت هذه المؤسسات تعمل بذات القادة بذات السيستم بذات التشريعات بذات المسؤولين عنها، فنعتقد أنه في هذه الحالة لن تصل رسالة النظام الجديد، قد تصل بشكل مشوه، قد يتعمد القادة. لا والأخطر عملية التحور اللي أشبه بفيروس الإنفلونزا اللي بيتحور وبيقدم نفسه كل موسم بشكل مختلف عن الموسم السابق يعني. بالضبط لذلك بيوضع هذه الهيئة تتولى وضع برامج تسمى برامج التطهير المؤسسي،
وبتضع معايير محددة لكيفية التخلص من بعض العناصر اللي ممكن تسيء للمرحلة القادمة، أو نقل بعض العناصر التي لم تصبح لها مكان في هذا التوقيت وفي هذا المناخ، أو بعض العناصر التي لديها فكر مناقض لفكر الثورة في المرحلة القادمة، وبالتالي تستطيع أن تعيد تأهيل هذه المؤسسات كي تعمل لصالح الثورة في المستقبل. الهيئة أيضا لها دور كبير جدا فيما يتعلق ببرنامج الحقيقة ورصد وتوثيق اللي هو يعني اسمها رصد وتوثيق الانتهاكات والحقيقة، معرفة الحقيقة. مهم جدا بعد الثورات أن المجتمع تعرف حقيقة ما جرى لها وما جرى في مجتمعها من آلام ومشكلات وجرائم وانتهاكات، حتى يتم التخلص من الماضي تماما. مش تعرفوا بعد 20 أو 30 سنة، المفروض تعرفوا عشان تتلافاه في الخطوات اللي جاية. الغرض من هذا البرنامج وهو برنامج الحقيقة زي ما احنا بنسميه، هو أنه يكشف ملفات الماضي ويبحث عنها ثم يعرفها قانونا. خلينا يعني نتجاوز الى نقطه اللي هي لجنه الحقيقه والمصالحه قانونا عشان تتفعل يعني وتبقى فاعله وقابله للتنفيذ. مطلوب قرارات من اي جهه وفي اي اتجاه بشكل قانوني، وانت راجل قانوني. لا، هي طبعا هذه اللجان لا يمكن ان تعمل بدون رعايه الدوله ليها، ولا يمكن ان تعمل بدون ان تتبناها الدوله وتصدرها بقانون حتى وليس بقرارا وزاريا. لذلك الحركه المصريه للعداله الانتقاليه هي تسعى إلى طرح الفكرة أمام كافة المسؤولين. بدأنا اليوم بالسيد معالي نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى، ثم بعد ذلك نسعى لعقد لقاء مع السيد رئيس الوزراء عصام شرف، ونسعى أيضا لعقد لقاء أكثر توسعا مع السادة المعنيين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشرح الفكرة ومدى أهمية البدء في التحرك فيها، حتى يلتفتوا هم لمستقبل البلاد وتلتفت الهيئة لما حدث في الماضي. الأستاذ ناصر أمين المحامي رئيس مركز استقلال القضاء، بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا في ميدان التحرير.